يواصل أحمد المعنوني المخرج المغربي تصوير شريط عن مجموعة نسل غيوان بعد قرطاج بتونس والدار البيضاء والصويرة. نشاهد الآن لقطات من الاستعدادات قبل أمسية نسل غيوان وقبل تصوير طرف من هذا الشريط عن المجموعة بملعب الانبعاث خلال حفل من حفلات ملتقى إفريقيا للفنون الشعبية. عبد الرحمن، شنو يمكن تقول على الشريط اللي كيصور معكم احمد المعنوني؟ الشريط اللي كيصور معنا المعنوني هو يعني صورت معنا شي حاجه في الصويره، يعني واحد الليله في القناوه، يعني من القناوه الناس الغيوان يعني مزيان. الحمد لله ملي شفنا داك الايام وداك الشيء عجبنا مزيان، وكمخرج يعني مزيان داك الشيء. كل واحد دار ليه المسائل ديالو، كل واحد يعني تيتكلم على الحياه ديالو وعلى الصويره، كل واحد يعني عنده هدف في هذا الفيلم يعني هذاك الشيء. علال، شاركتي حتى انت في هذه التجربه، شنو يمكن لك تقول على هذا الشريط وعلى المخرج احمد المعنوني؟ سيدي كلشي مزيان، ما يكون غير الخير ان شاء الله. كما خذ هو الحي المحمدي وحنا ولاد الحي المحمدي، وخذ كل واحد على الاصل ديالو، كل واحد كيفاش كيعيش. خدا بعض اللقطات يعني كعبد الرحمن قال هو في الصويره، خدا كيفاش عايش في الصويره. عمر كيفاش تا هو كيبحث في البربريه. خداني انا كيفاش كان نعمل دروس الموسيقى للدراري كيجيو. خدا العربي كذلك كيفاش كيبحث حتى هو كتب. يكون داكشي مزيان ان شاء الله. اذا غادي نخليو العربي حتى هو يقول لنا الراي ديالو في هذا الشريط، وشنو كيتمنى يكون هذا الشريط من بعد ما يخرج للجمهور. كيف قال المعنوني، الشريط تيصور واحد التجربه، كنظن هذا هو المهم. الفيلم هي ديك التجربه ديال الاخوان، ديال كل واحد التجربه ديالو الشخصيه والبيئه اللي خلق فيها هذا الانسان واللي جا منها والحرفه اللي دار تقريبا في حياته الاولى. عبد الرحمن عمل طنجار، صورت طنجار، تعلال قرا الموسيقى، صورت الموسيقى. كل واحد يعني اللي عنده شي حاجه اللي خاصه به كيصورها الفيلم. هذا ديما مع الرجوع للاغنيه، ديما مثلا كنشوفوا بالله هذا الاخ هو في الحانوت كيشد النجاره، ومن بعد هو في الخشبه تيغني، هو مع قناوه هو تيغني. الحاله اللي كيصور الفيلم، الحاله الاجماليه اللي كنظن اللي كيبغي يقولنا الفيلم هو التراث، هو الاصاله، بغض النظر على ان هو الفقهاء وهذيك المسائل هذيك كلها كاينه، هذيك عارفه حاجه اللي معروفه كيعرفوها كاع الناس جميع. واللي كنتمنى على الفيلم، نتمنى يكون يجيب واحد الحاجه يزيد شويه السينما المغربيه توصل السينما المغربيه لذاك الامل اللي كيشوفوها كاع هذوك الناس اللي من وراها واللي تابعينها واللي كيحاولوا فيها.